حسحس يطلب يد لولو بعد انفصاله عن رحمة. دخل حسحس في مرحلة من التفكير العميق، حيث بدأ يعيد ترتيب أولوياته في الحياة. كانت فترة صعبة، ولكنها كانت أيضاً فرصة لتقييم ما يحتاجه حقاً في شريك حياته. لم يكن يتوقع أن يلتقي بلولو التي غيرت كل شيء في حياته. مع مرور الوقت، بدأت العلاقة بين حسحس ولولو تنمو بشكل طبيعي. كانت لولو الشخص الذي ملأ فراغه وأعاده إلى نفسه، مبتسمة دائماً وتضفي على حياته ألواناً جديدة من السعادة والراحة. بدأ يشعر بأن هذه المرة الأمور ستكون مختلفة، وأنه قد وجد الشخص الذي سيكمل معه مستقبله. ومع تزايد مشاعره تجاهها، قرر حسحس أن يخطو خطوة جريئة ويطلب يد لولو للزواج. اختار اللحظة المناسبة، حيث كان المكان والزمان محاطين بالذكريات الجميلة بينهما. كانت مفاجأة سارة. لم تتوقع لولو أن يكون هذا هو الوقت المناسب، ولكنها شعرت في أعماقها أن هذا هو الفصل الجديد الذي كانت تنتظره.